ديت. والآية بتاعت النهاردة بتقول الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. مراحمه على كل أعماله. الرب صالح للكل. يعني إيه للكل؟ يعني للأبرار والأشرار، الحلوين والوحشين. هو صالح، ومن كتر رحمته بيخلي الوحشين حلوين. إزاي؟ بطريقة أو بأخرى. هو حلو أوي يعني. يقول لك كان في واحد راجل، وهو اللي بيحكي الراجل ده الحقيقة، بيقول أنا كنت تقريبا صايع، كل يوم بسهر مع أصحابي، وتعودت حتى بعد الجواز أعمل كده. ومراتي بعد ما اتجوزتها وصلنا تقريبا لل30، كنت أنا 30 من عمري، وأنا معاها كل يوم بسهر، وكل يوم برجع آخر الليل، وكل يوم بعملها بطريقة وحشة قوي، وكنتش بحترم وجودها في حياتي أبدا. فجيت في مرة راجع كده واتلخبط خالص، وعمال أشيش طول الليل وحالتي بلا. هو إيه؟ بتريق على طوب الأرض. كنت وسط أصحابي أنا الواد الكول اللي كل الناس بتتفرج عليا، كل الناس تحب قعدتي، وأنا بسخر من أي حد. حتى بعض أصدقائي المقربين ابتدوا يبعدوا عني لأن لساني لاذع. ده أنا ما انساش أبدا إن في مرة من المرات قبل على طول ما مراتي تولد، كان في واحد أعمى معدي، وقعدت أتريق عليه جامد قوي، وكل أصحابي يضحكوا. ولما قرب مني في القهوة اللي أنا قاعد فيها، رحت مادد رجلي، فالراجل اتشنكل وقع على وشه وقعد كله يضحك، وأنا قعدت أضحك جامد قوي، مع إن بعض الناس زعلت مني إن أنا عملت كده. لكن أنا ما كانش فارق معايا، أنا بضحك الناس، أنا الظريف بتاعهم. قال رجعت لقيت مراتي دموع على عينيها، وبتقول له انقذني، أنا تعبانة قوي، أنا باين بولد. فراح واخدها بسرعة وطلع يجري على المستشفى. فلما خدها المستشفى دخلوها الأوضة بتاعة الولادة بسرعة، وبسرعة ولدت وجابت بيبي. بس هو من كتر الإرهاق والتعب وكان الدنيا اتأخرت، قال لهم طب أنا همشي، والصبح لما أجي أشوف الأخبار. الصبح لما رجع دخل على أوضة مراته، قالوا له لا لازم تشوفوا الدكتورة الأول. قال لهم يعني إيه؟ وروني البيبي، أنا مسميه نادر، أنتوا فاكرين أنا مسميه نادر؟ قالوا له بس لازم تشوف الدكتورة. يعني ايه اشوف الدكتورة؟ هعمل بيها الدكتورة؟ انا عاوز اشوف البيبي. قال له لازم تشوف الدكتورة الاول. فقعد مع الدكتورة قعدت بقى تتكلم كلام حلو وبالراحة، وتقول له ساعات إرادة ربنا، واللي ربنا بيجيبه احسن من ما. قال لها هو في ايه بالظبط؟ قالت له الحقيقة ابنك اتولد وولد امور، بس هو عنده ضمور في اعصاب العين، ففي الغالب هو مش بيشوف، وهيفضل أعمى على طول. قال لك أنا جالي انهيار ومش مصدق نفسي، وكرهت عيشتي، وبعد يومين خدت مراتي من المستشفى هي والبيبي الأعمى. لا أنا طايقه، ولا أنا مش أقول عشان أنا اتريقت على واحد أعمى ربنا اداني ابن أعمى، ما قلتش كده. أنا لعنت اليوم اللي هو جه فيه، وبقيت متضايق منه جدا، ولم أعيره أي اهتمام في حياتي. يقول فضلت حياتي ماشية، قعدت كده يجي 10 سنين ورايح جاي، كل يوم بسهر، ومراتي جابت عيلين بعد الأولاني كويسين وكل حاجة وتمام التمام. وكانت مراتي دايما عندها إيمان إن أنا في يوم من الأيام هبقى أب كويس. بس أب كويس إزاي وأنا كل يوم بسهر بره وقدام العيال مش بحترمها، وساعات بزعق لها وبهنها، ويمكن في بعض الأحيان ضربتها كمان. أنا مش عارف عملت كده إزاي، بس هو ده اللي حاصل، إن أنا فعلا كنت أسوأ زوج وأب في الدنيا. عمري ما بصيت على الولد الأعمى، عمري ما اهتميت بعياطه. لما يعيط أسيبه وأمشي في أي أوضة تانية. بهتم بإخواته الاتنين، لكن هو أنا مش عاوز أشوفه خالص، مش عاوز أتكلم معاه. في مرة والولد عنده 10 سنين، وأنا خارج لقيت الولد قاعد في الصالة عمال بيبكي بكاء فظيع، فأثر فيا شوية. فرحت بقول له حبيبي بتعيط ليه؟ فلقيت الولد عمال يتحسس طريقه، وبيحاول يبعد عني، بيحاول يهرب مني،
لأنه هو عارف إن الراجل اللي معاه في البيت ده عمره ما شافه ولا سمع صوته. فبيقول اتأثرت إن ابني بيبعد عني وبيحاول يبعد عني. فالحقيقة رحت له تاني وخدته في حضني وقلت له انت بتعيط ليه؟ قولي بتعيط ليه؟ قال له عشان فادي مش راضي، ما خدنيش الكنيسة النهاردة. فقال له طب وماله انا اوديك. فالولد ما صدقش طبعا، هو ما بيروحش كنيسة، ما بيمسكش كتاب مقدس زي امه، ملوش دعوة خالص بربنا. فقال له ما يهمكش. بيقول انا اتأثرت جدا وقررت ان انا اعوضه حتى لو قليل كده، ان انا اوديه لغاية الكنيسة. وفعلا خدته وطلعنا على الكنيسة. فقال له اصلا بحب اقعد في الصف الاول. فراح واخده وقعده في الصف الاول وقعد جنبه عشان مش ممكن هيسيبه يعني. بس الولد كان مستمتع بالقداس، وابوه كان مستمتع معاه انه ابنه الاعمى ده مبسوط بس يعني، وابتسامته جميلة. بيقول وبعد ما خلصنا راح ابني قعد يقول له يا بابا هات لي انجيل. فراح بابا جاب له انجيل. قال له افتح. انت فتحت ايه يا بابا؟ فراح الراجل فتح قال له ده انجيل متى مش عارف 18 ولا حاجه كده. فقال له اقرا يا بابا كده. وابتدى الولد يقول الانجيل يسمعه غيابي، هو حافظه مش بيقراه لكن حافظه. فالاب ابتدى يبكي وقال انا ابني حافظ الانجيل وانا مش بعرف افتح الانجيل ده. انا عشان افتح الصفحه دي خدت وقت طويل قوي عقبال ما فتحتها. وبقى البكا بتاعه ابتدى يعلى والناس تبص عليه وهو مش قادر يمسك نفسه من كتر البكا. وقال له حبيبي مش انت اللي اعمى، باباك اللي اعمى. انت مفتح، انت شايف ربنا، انا مش شايف حاجه خالص. بيقول المروحه بتاعت الكنيسه دي غيرتني خالص وخلتني انهارت ان انا ازاي بعيد عن ربنا، وازاي بعيد عن مراتي وبعملها وحش، وازاي بعيد عن ابني. فرجعت بحب للبيت واشتياق فظيع، وكلهم حسوا بالتغيير. وسبت شلة السوق اللي انا معاهم بقالي سنين طويلة دي، وقررت فعلا الاعتزال عنهم وتصحيح المسار. يقول فضلت كده هم فرحانين وافرح قوي لما اجي اقرب من الباب الاقي نادر ده هو اول واحد فرحان ومزقطط وبيجري على الباب علشان يقابلني، لانه كان مشتاق لابوه. قالوا جينا في يوم من الايام كان عندي سفريه مع اصحابي الجداد بتوع الكنيسه اولاد ربنا. فمراتي شجعتني جدا لان هي اصلا كانت بتتمنى ان يجي الوقت ان انا اعمل فيه كده. كنت كل يوم بكلمهم، قعدت 2-3 شهور كل يوم اكلمهم واطمن عليهم واطمن على نادر بالذات لانه وحشني جدا. يقولوا جيت في يوم حسيت ان مراتي وهي بتكلمني اول ما اسال عن نادر تقول لي ان شاء الله يبقى كويس، هو كويس الحمد لله الحمد لله، لكن ما بتقوليش اي حاجه ونبره صوتها فيها حاجه. anyway كان فاضل لي كام يوم وارجع، فرجعت. فراجع بقى اول حاجه عاوز اشوفها نادر حبيبي اللي جابني لربنا. ما لقيتوش جه. فبسال لا امال فين نادر؟ فابني فادي صغير اللي لسه بيعرف يتكلم قال لي يا بابا نادر راح السما. فانا انهارت وكلمت مراتي ايه اللي حصل؟ فقالت له من اسبوعين ابتدت حرارته تزيد جدا جدا وديناه المستشفى وهناك طلع السما. بيقول ابني ما كانش صدفة انه جاي اعمى، ابني كان جاي عشان يخليني افتح. ابني كان معجزة الهية من ربنا عشان ترجعني لطريق النور. انا اللي كنت اعمى والان ابصر. ربنا مراحمه كبيرة وهو صالح، والصلاح بتاعه يخلي اي واحد يرجع لربنا حتى لو هو بعيد بطريقة او باخرى. وفعلا رجع الراجل، واحنا كلنا عارفين ان مراحم ربنا كبيرة. انت اغتنم الفرصة واغتنم مراحم ربنا. هو انت بعيد عن ربنا بقالك كتير؟ اتس اوكي، مفيش مشكلة، ارجع. هو مستنيك حبيبي، هو بيحبك قوي،
حتى لو انت مش بتحبه، حتى لو انت مش مديله اي اهتمام، هو مهتم بيك. اصل هو يسوع الجميل الحلو اللي عمره ما ينسى ولاده. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.